1995 رجع التشوباكابرا ورجع أتقل من الأول، قضى على أغلب المعيز اللي في المزارع. بس المرة دي كانت مختلفة، في بنت قالت إن هي شافته وكمان رسمته. بتقول إن الكائن ده زي البشر بيمشي على رجلين، عنده شوك في ظهره، عينيه سودا وكبيرة قوي، وشه شبه الكنغر، وعنده 3 صوابع في كل ايد. طبعا بعد اللي هي قالته ده والرسمة اللي هي رسمتها دي محدش كان مصدقها، لحد ما اتشاف نفس كائن بنفس المواصفات في جراج بتاع بيت، بس طبعا هرب قبل ما اصحاب البيت يمسكوه. الغريب اكتر بقى ان سنة 2000 مزارع اتعصب جدا لما دخل مزرعته الصبح، لقى كل الخرفان ميتة وفي رقبتها نفس آثار عضة الفامباير. انا بقولها صح. المزارع ده خد الموضوع بشكل شخصي وقرر ان هو اللي هيمسك التشوباكابرا انتقاما للحيوانات بتاعته. المزارع ده قعد في حته كده واستخبى وفضل متربص طول الليل لحد ما ظهر التشوباكابرا. الراجل ده راح منقض عليه وقعد